الاستثمار الفندقي جوه التجمع الخامس، ونحسب مع بعض دراسة الجدوى بتاعتها والقيمة الإيجارية المتوقعة مع شركات محترمة بتسلم في المشاريع بتاعتها. ومش بنتكلم النهاردة على فنادق، لا أنا بتكلم على غرف فندقية، عشان نكون المالك أو المستثمر هو اللي صاحب الحرية الكاملة بالنسبة للوحدة، يأجرها يستخدمها زي ما هو يحب أيا كان. هنبدأ بأول مشروع أنا كنت عملت عليه فيديو، هو مشروع ذا أرك اللي على شارع التسعين الجنوبي. هو ذا أرك المرة دي ده مش مجرد مشروع جاي أعرضه، ولكن المشروع ده أنت محتاج تحط فيه فلوسك. تعال نتفرج مع بعض. مجموعة أرك النهاردة قررت تنقل نجاحات الاستثمار في الأبراج السياحية في دول الخليج جوه التجمع الخامس بأبراج سياحية مرخصة لأول مرة إداري وتجاري وفندقي. فين في التجمع الخامس تلاقي مشروع على مساحة 92 فدان بعرض واجهة بس 700 متر على شارع التسعين الجنوبي. المشروع ده في مباني إدارية، في مباني خاصة للمستشفيات، في 3 فنادق 5 ستارز من ضمنهم فندق انتركونتيننتال. المشروع ده المرخص الوحيد اللي واخد رخصة سياحية بأبراج سياحية زي ما اتكلمنا، بارتفاعات 10 و11 دور. انا عندي هنا سيرفيس ابارتمنت، فالمشروع ده تقدر تقول عليه استثمار العمر، سواء بتستثمر في مكتب اداري او محل تجاري او عياده طبيه او كمان غرفه فندقيه في السيرفيس ابارتمنت. فالمشروع ده بيحقق معادله استثماريه ناجحه جدا. انت عارف ان المشاريع اللي موجوده بس على شارع التسعين الجنوبي اللي هو مبنى بس من المباني دي بيتباع المتر النهارده ب 200,000 جنيه للاداري، وسعر المتر الايجار وصل ل 1500 جنيه. تخيل معايا مشروع بحجم المشروع ده هيكون مزار وايقونه موجوده في التجمع الخامس الناس هتخرج فيها، سعر المتر الايجار هيوصل مع حضرتك كام؟ انا بتكلم على معدل ايجاري منطقي مش هيقل معاك عن 1500 جنيه للمتر، وهيعدي ال 2000 جنيه كمان للمتر. خليني اوري لك كمان مفاجاه المشروع ان هو فيه انشاءات قويه جدا على ارض الواقع. شكل الانشاءات هنا بيتغير يوميا، 24 ساعه شغل جوه المشروع. خلت المشروع ده لما حضرتك تيجي تشتري وحده انت بتعاين الوحده على ارض الواقع، سواء بتشتري مكتب اداري في المشروع او بتشتري غرفه فندقيه او بتشتري محل تجاري. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي بالكاميرا، المشروع ده اكبر واجهه على شارع التسعين الجنوبي مع تقاطع محور محمد نجيب، فده لوكيشن استثنائي. لما حضرتك تحط فلوسك في مكتب اداري بسعر متر مش موجود النهارده في المشاريع الصغيره، بيبدا معاك من اول 200,000 جنيه، يعني المكتب ال 80 متر بنتكلم في 16 مليون جنيه، بيحقق لك معدل ايجاري بنتكلم في 160,000 جنيه بتدخله دخل لحضرتك شهريا، وده هيكون اقل معدل موجود بالنسبه لقيمه زي المشروع ده. بالنسبه للغرف الفندقيه فهو استثمار قوي جدا. انا عندي هنا الغرف الفندقيه من اول 12 مليون جنيه على شارع التسعين جنب انتركونتيننتال، سلم متشطبه بالتكييفات، قسط معاك على 7 سنين، هيكون بيحقق لحضرتك استثمار قوي جدا. وعندي محلات تجاريه وعندي عيادات طبيه. لو حضرتك مستثمر وعايز تحط فلوسك في مشروع ملوش شبيه في نطاق القاهره الجديده والتجمع الخامس وفي ابراج سياحيه، سجل بياناتك واعمل ساين اب مهندس محمود حسيني، وهننزل مع بعض نختار الوحده ونعينها على ارض الواقع. قوي جدا جدا جدا. 90 جنوبي مع تقاطع مع محور محمد نجيب، مشروع 92 فدان، واجهه بس على شارع 90 الجنوبي 700 متر. تمام، ده الماستر بلان بتاعت الشكل الفندقي. وفي وحدات مساحات صغيره دلوقتي استوديو من اول 8 مليون 116 الف. انا بقى دوري النهارده الوحدات الفندقيه اللي هي اللي استلامها كمان سنتين متشطبه بالتكييفات، نشوف القيمه الايجاريه العادله ليها ونحسب على الحد الادنى ونشوف الاستثمار ده هيبقى الاستثمار عامل ازاي. خلاص، طبعا المشروع خلاص قلنا انه في انتركونتيننتال وفي مداخل شيك جدا وهيشتغل بشكل قوي جدا، ومستوى الفرش والتكييفات قوي جدا، والشركه نفسها قويه وتحالف اكبر 3 شركات، ارابيلا والعرجاني. نعمل دراسه الجدوى بتاعتنا ونشوف الوحده على الحد الادنى للايجار هتبقى بتجيب دخل قد ايه. حسبنا الوحده الفندقيه ب 8 مليون و200 الف، حسبنا ان احنا ندفع مقدم 5% وال5% الثانيه هنقول ان هي عند الاستلام. انا بنتكلم ان الواحد 8 مليون و200، 410 الف مقدم و410 زيهم عند الاستلام، وطبعا الباقي قسط على 7 سنين اللي هو المتبقي اللي هيكون 7 مليون 380 الف جنيه. الاقساط بتاعتنا هتكون
تقريبا 273,000 جنيه كل 3 شهور. والاستلام بتاعنا انا قلت بدل ما نحسبه على سنتين حسبناه على 2.5 سنين. تمام. طيب توقعاتنا بالنسبه للقيمه الايجاريه في اليوم، توقعت ان احنا في مكان زي ده اليوم هيتاجر في رينج ال 10,000 جنيه في اليوم، وقلنا ان هو هيتاجر 200 يوم في السنه. تمام. فاحنا بنتكلم في 10,000 جنيه يعني تقريبا $200 في اليوم في مكان زي ده شغال في مول بحجم مشروع زي ده. انا شايف ان ده يعني ايه اقل من الطبيعي كمان سنتين كمان. تمام. وحسبت لكم ان احنا هنأجر لمده 10 سنين ونحسب الزياده السنويه ل 10% سواء في سعر العقار اللي احنا بنشتريه او سواء في قيمه الايجار. فانا هفضل قاعد لغايه الاستلام، وزودت كمان 6 شهور بدفع اقساط 273,000 جنيه. فهيلاقي نفسي دافع من قيمه الوحده اللي ب 8,200,000 دافع 3,553,000. يبقى انا كده دافع 3,350,000 3,553,000 يعني 3 مليون ونص، ولسه ما بدأش يجي لي ايجار. طيب من اول ما هأجر اول سنه هأجر 10,000 جنيه في 200 يوم، يعني بتكلم في 2 مليون جنيه. يعني انا تقريبا هيخش لي كل كوارتر 500,000 جنيه من خلال الوحده دي. تمام. عندي قيمه القسط 273,000، فانا بيطلع لي فالايجار من اول يوم بيغطي القسط وبيطلع ضعف. تمام. يعني كده الصوره، وهيطلع ضعف او بيطلع 226,000 جنيه من اول يوم انا استلمت فيه الوحده بتاعتي. وقيمه العقار فضلت بقى تزيد سنويا. اول سنه بقى ب 9 مليون 20، ثاني سنه 9,900، ثالث سنه 10 مليون 914. وهكون وصلت ان انا لما اخلص الايجار قدام القسط هكون وصلت ايه القسط بتاعي ايه بيتغطى، وكاتب لك العائد على المدفوع هيكون كام والعائد السنوي على المدفوع. فانا لما هأجر ب 2 مليون جنيه في السنه، فانا كده بطلع تقريبا 48% من اول سنه ايجار لما نحط المدفوع قدام العائد الايجاري العائد السنوي، فيطلع 48%. تمام. طيب انا لما اكمل بقى السنه الثانيه هيبقى 550,000 اللي هو بزياده 10%، فيبقى الايجار بيسد القسط وبيطلع لي 276,000 جنيه، وقيمه الايجار بتزيد 550 550 550 550. السنه اللي بعدها بقت 605، وكده كده كده قيمه القسط بتاعتي ثابته 273,000 جنيه. فانا شايف ان القيمه ان لا، وماسك لك بقى كل سنه العائد السنوي على المدفوع. يعني اول سنه 48، ثاني سنه 42، ثالث سنه 38 36، طبقا لايه ان المدفوعات بتاعتي قدام الايه قدام الايجار بتاعي. لما نمشي ال10 سنين، طبعا اول بعد ال7 سنين انا كده كده هوصل لمرحله ان الايجار بتاعي بيوصل ل 732,000 جنيه كل كوارتر خلاص، والايجار بتاعي بيكون صافي. لما نمشي من هذا المنطلق لمده 10 سنين، الخلاصه يا سيدي الفاضل ان سعر الوحده الاصلي اللي انا واخده هتبقى ب 8 مليون و200 وتفاصيل الدفع. سعر الوحده بعد 10 سنين هتوصل ل 25 مليون 700. الزياده في قيمه العقار 17 مليون ونص. العائد الفندقي في السنه الاخيره بس هيوصل ل 4 مليون 700. اجمالي العوائد الفندقيه 31 مليون جنيه. تمام. صافي العوائد بعد خصم الاقساط 26 مليون جنيه. اجمالي ما تم دفعه 8 مليون 473 الف. لو انا بعت اخر سنه من ال10 سنين هوصل ان انا طلعت قيم ايجاريه مع البيع هتوصل معاك ل 44 مليون جنيه. ده كده دراسه جدوى لوحده في العرجاني، اصغر مساحه، قسط على 7 سنين. طيب خش على المشروع الثاني عشان يبقى احنا كده خلصنا المشروعين. فيو زون على شارع ال60، 500 متر بطلع على النادي الاهلي اهو. مشروع اهو شارع ال60 بيطلعني مباشره على منطقه النادي الاهلي، وبعد كده بخش على منطقه الجولدن سكوير. فاللوكيشن كويس جدا. شايف الارض دي؟ الارض دي على مساحه 32 فدان، واخد 4 نواصي. ده شارع ال60 500 متر بالظبط بيوصلك لبوابه النادي الاهلي. النادي الاهلي شغال دلوقتي. المشروع 32 فدان، في شقق،
وفي فيلات 3 دقائق من التسعين الجنوبي و3 دقائق من التسعين الشمالي و7 دقائق من الجامعه الامريكيه. الشقه بتبدا معاك الغرفه وصاله من اول 3.5 مليون، الغرفتين من اول 5 مليون. تخيل معايا ان الشقه 3 غرف نوم في المشروع ده من اول 8 مليون جنيه وبتقسط لك على 8 سنين، يعني باسعار الشارع. والفيلات التاون هاوس من اول 14 مليون جنيه مقدم 700,000 وقسطك الشهري 140,000 جنيه. دي اسعار زمان اللي كنا بنسمعها من 4 و5 سنين، دلوقتي موجوده وفي حته ساكنه وعايشه في قلب التجمع الخامس. من فضلك لو مهتم سجل دلوقتي وتواصل معايا. اخترنا المشروع ده عشان المشروع ده بيقدم غرف فندقيه ليمون سبيسز اللي هي عندها شركه اداره وتشغيل مختصه بالفنادق وبالايجارات الاير بي ام بي، وعندها الويب سايت بتاعها وشغاله في التجمع وفي السخنه وفي الساحل، والايجارات بتاعتها كويسه. حسبنا في المشروع ده ان الايجار مش هيبقى زي العرجاني ولكن هيبقى نص قيمه العرجاني. حسبنا ان هو هيكون ب $100 بس في اليوم، 5000 جنيه، كانك بتأجر في شقه عاديه مش في شقه تبع ليمون سبيس. الوحده حسبت على وحده غرفه، ما حسبتش على استوديو. الغرفه دي ب5 مليون و200 الف، بس نظام الدفع بتاعنا 10% و5 بعد 3 شهور وقسط على 10 سنين. تمام كده؟ فانا بدفع مقدم 520,000، دفعه الثانيه 260,000، فانا كده دفعت 15%. المبلغ المتبقي 4,420,000 هقسطهم على 39 قسط كل 3 شهور، القسط هيكون 113,000 جنيه. وحسبنا على مده تشغيل تقريبا 10 سنين، وحسبنا للاستلام كمان 3 سنين، وحسبنا على ايام التشغيل السنه زي ما هي برضو 200 يوم في السنه عشان احنا في القاهره في منطقه مطلوبه جدا. والعائد بنبدا ب 5000 جنيه في اليوم. تمام كده؟ القسط بتاعي شغال 113,000 جنيه كل 3 شهور، وما بحصلش اي حاجه لغايه ال3 سنين. اللي بستفيده بس ان سعر العقار هيزيد، هيوصل 6,900,000 اللي هو زياده سنويه ل 10%. طيب اجمالي مدفوعاتي ايه؟ اجمالي مدفوعاتي هيكون 2,140,000 قبل الاستلام. طيب انا دلوقتي العائد الفندقي بالنسبه لوحده زي دي لما نأجر 5000 في 200 يوم هيطلع لي مليون جنيه في السنه، يعني 250,000 جنيه كل 3 شهور. يعني برضو العائد من الخلال الفندقي هيسد القسط بتاعي، وتقريبا برضو اكتر من الدبل، 136,000 جنيه كل 3 شهور، 11% عائد على المدفوع. مكمل بقى بنفس الطريقه دي، قيمه العقار معايا بتزيد، والعائد الايجاري شغال معايا مليون كل سنه اول سنه، بعد كده هيكون 1,100,000 السنه اللي بعدها وهكذا. 38%، 36%، 34%، 33% العائد على المدفوع السنوي. الوحده الاصلي 5,200,000 خلاص، دفعه التعاقد 520,000 الفاينل، اجمالي الدفعه بعد 3 شهور 260,000. سعر الوحده بعد 13 سنه هيوصل ل 17,951,000. الزياده في قيمه العقار لما تطرح ده من ده هيطلع 12,700,000. اخر سنه العائد السنوي بتاعها الايجاري هيكون 2,300,000. متوسط العائد الشهري في السنه الاخيره 196,000. فالعوائد الفندقيه هتوصل معاك لما تقعد تجمع العوائد الفندقيه كلها هتوصل معاك ل 15,900، ولما تخصم قيمه الاقساط هتوصل معاك ل 12,877,000 جنيه. فانت هتكون دافع كل المدفوع 5,200,000. اجمالي الربح لما انت تبيع بعدها بعد انقضاء المده دي، لما تحصل الايجارات مع ان انت تبيع، هتكون مطلع 25,629,000. فالعائد الفندقي في هذا الوقت وفي هذا التوقيت يتغلب على العائد الإداري في المكاتب الإدارية في بعض الأحيان، إذا ما كانش في كتير من الأحيان، لأن ما أعتقدش تلاقي بسهولة مكاتب إدارية تطلع لك ضعف القسط. صعب تلاقي مكاتب إدارية تطلع لك ضعف القسط. ليه؟ لأن الحاجة اللي بتتأجر باليوم في منطقة مطلوبة مع إدارة صح أحسن بكتير من الحاجة اللي بتتأجر بالسنة، قولا واحدا. تمام؟ كده احنا اخترنا مشروعين، مشروع لو تيكت برايس 5 مليون في منطقة بروميسنج وساكنة تقريبا وعايشة. بنبدأ معانا الريت اليومي 5000 جنيه، وده أقل ريت موجود تقريبا في التجمع الخامس.
واخترنا مشروع ميجا بروجكت وبرضه حطينا اقل ريت 10000 جنيه في اليوم، والاثنين مربحين جدا جدا جدا. تمام. فانا بتكلم مع العميل اللي هو معاه 2 مليون 140 الف جنيه في خلال 3 سنين مش كاملين، وبتكلم مع العميل اللي معاه 3 مليون 800 في خلال سنتين ونص. شكرا جزيلا.